السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب ام علي عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بصحة ان شاء الله. النهارده هنعمله مع بعض الايس كريم. ايس كريم بمكونات بسيطة وسهلة وان شاء الله في متناول كل ايد ربة بيت. الايس كريم من الحاجات اللي بيعشقها الكبير والصغير، عيالنا بيحبوها جدا. يعني انا اشتريت بوله صغيره خالص، علبه صغيره خالص كانت ب50 جنيه. طب ليه ما اعملوش في بيتي باقل تكلفه ضامنه نظافته؟ ان شاء الله باذن الله الطريقه هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها ان شاء الله. هتحبوها قوي وعيالكم هيحبوها. يلا بقى نقوم نرطب على عيالنا بحاجه جميله كلنا بنحبها وهي الايس كريم. بس قبل ما ندخل الفيديو مع بعض حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه. يلا بقى عشان نعرف طريقه الايس كريم اللي بيتكلم عن نفسه ده. كده هنبدا بسم الله، وهقول لكم بقى على اول خطوات الايس كريم بتاعنا الجميل النهارده. هنا عندي لبن 1.5 كيلو زي ما انتم شايفين كده. انا كنت غالياه وحطاه في التلاجة، وده الوش بتاعه عشان بس قلبته في حله تانية. يا ريت لو انت عندك اللبن بتاعك في التلاجة وعامل الوش ما تشيليش الوش، احنا عايزين الوش دوت هيعمل معانا طعم غني قوي في الايس كريم بتاعنا. لو انت جبتي اللبن لسه جايباه من عند اللبان مفيش مشكله، برضو الطريقتين صح. خلاص نيجي بقى اول مكونات النهارده كده. حطي لايك للفيديو، اشتركي في القناه ولسه مش اشتركتيش، وفعلي زرار الجرس على كلمه الكل. اول حاجه هحط 1.5 كوبايه سكر. خلاص يعني لو كيلو لبن هتحطي كوبايه سكر، وادي النص التاني. هحط معلقتين نشا ممسوحين نشا. حط معلقتين 3 لبن بودر، بس انا بصراحه هحط الكيس ده كله. لبن بودره النهارده هيبقى مكان اللبن المحلى المكثف، طبعا احنا عارفين اسعاره خلاص، فده هيبقى البديل. وهحط نص المعلقه دي فانيليا. وقبل ما ارفعه على النار هدوب كل المكونات دي مع بعض كده بالراحه. بصوا يا حبايبي، انا حطيت الحله بتاعتي كده على النار وهفضل اقلب. انا مش هشيل ايدي خالص، احنا عايزينه مش في سمك المهلبيه. بصوا حبايبي بقى، هنا شايفين السمك بتاعي اهو اهو. انا كده بقى هقفل وهسيبه يهدى خالص ونرجع نشوف هنعمل ايه. بعد ما هدى معايا شويه غطيته بورق استريتش، هدخله الفريزر. فريزر نص ساعه او على الرف ساعتين، فانا نص ساعه ونرجع نشوف هنعمل ايه. حبايبي انا طلعت الايس كريم بتاعي اهو بعد ما هدى خالص. كل اللي هعمله هجيب بوله غويطه هنزل فيها الخليط بتاعي عشان اعرف اضربه كويس قوي. اول حاجه هضيفها معايا ربع كيلو كريم جانتيه بمقام كوبايتين من بتوع الشاي العاديه، المج العاديه بتاع الشاي بتاعنا. كوبايه لبن، طبعا اللبن دوت او الكوبايه ديت هي اللي هعاير بيها كل المكونات بتاعتي اللي هو المج العادي. هقلب بقى تقليبه كويسه كده عشان بعد كده هضربه بالمضرب الكهربائي بتاعي. عايزه تضربيه بمضرب عادي مفيش مشكله، بس هياخد معاكي وقت ومجهود جامد. هنسهل الامر ونضربه بمضرب الكهرباء. وهبدا هنا اضرب بالمضرب بتاعي. بص حبايبي، انا هفضل اضرب كده حبه حلوين. في المرحله دي بقى هضيف المكون اللي هيخلي لي الايس كريم بتاعي زي بتاع المحلات ليه مطه كده، وهو سكر الجلوكوز. طيب الناس اللي بتقول لي بيلزق في المعلقه ومش عارفه ايه، المعلقه انزلها في ميه سخنه وهاخد من العسل الجلوكوز بتاعي او سكر الجلوكوز ده زي ما انتم شايفين كده 3 معالق. اللي ما عندوش سكر جلوكوز ممكن يحط عسل ابيض، بس عايزه اقول لكم ان سكر الجلوكوز لازم موجود عندي في البيت، بينفع في البسبوسه في الكنافه. سكر الجلوكوز بقى شكله ازاي وتحول ازاي زي بتاع المحلات بالظبط. شايفه؟ عايزه اقول لك كده جهز معايا الايس كريم الاصلي اللي هعمل منه كل الاطعمه اللي انا بحبها، هو دوت ايس كريم الفانيليا. كده بقى كل اللي هعمله حامله منه علبه زي ما انتم شايفين كده عشان لازم يتحط في الفريزر على طول. زي ما انتم شايفين كده ادي اول علبه اخدتها اللي هي الفانيليا. هسويها كده، هخبطها خبطه ماشي.
واحطها في الفريزر. تعالوا بقى نشوفوا مع بعض الطعم التاني اللي هنعملوه، وهو طعم الفراولة. الفراولة دي انا مفرزاها في الفريزر، لازم تكون جامدة كده. هضربها في الخلاط، وادي الفراولة بتاعتي بعد ما اتضربت. طبعا ضربتها، ظبطت السكر بتاعها وضربتها من غير ميه، هي اصلا كانت مجمده. هظبط بقى المعيار ازاي. شايفين السلطانيه دي اهي. هجيب بوله فاضيه واحط السلطانيه بتاعتي، المقدار بتاع الفراوله، وهعاير في نفس السلطانيه المقدار ايس كريم فانيليا. انا جبت البوله بتاعتي اهو، نفس المقاس ايس كريم، وهضيفه وهضربه ضربه تانية بالمضرب الكهربائي. هنجيب الالوان الغذائيه المصرح بيها من وزاره الصحه، وهنحط نقطتين كده ونرجع نضربهم. انا متهيألي اللون كده حلو، بس اظبطه كده واسويه وعلى الفريزر. تالت طعم معانا بنفس الطريقه ونفس البوله. هحط المانجا، هضربها وارجع لكم. تالت طعم معانا المانجا، ضربتها من غير اي نقطه ميه، وهي كانت مثلجه طبعا لازم يكون فيها تلج. خلاص ضربتها وظبطت السكر بتاعها، قلت لكم تكون متفرزه. هنزل بقى بنفس البوله اهي، المعيار بتاعها يبقى البوله ايس كريم قصادها بوله مانجا، عشان يطلع الايس كريم بتاعنا مظبوط وطبيعي. طبعا زهزهت اللون برضو من اللون الاصفر. نفس الموضوع، جبت علبه وهفضي الايس كريم بتاعي، هغطيها طبعا عشان هتخش الفريزر طبعا ما تلقطش اي طعم، وهديها خبطتين عشان اي فقاقيع تطلع، وعلى الفريزر على طول مع اخواتها. تالت طعم معانا وهو معشوق الجماهير، اللي هي ايس كريم الشوكولاته. الكميه اللي انت عايزاها خلاص. وهجيب معلقتين كاكاو، بس يكون الكاكاو اسباني يعني نوعها نضيف، ويا ريت كده نخلها الاول كده عشان لو في اي تكتلات زي ما انتم شايفين، فهعملها كده بالايه، بالمعلقه هتنزل تاني. بصوا ادي كده ايس كريم الشوكولاته معايا جميل، وهضيف نوتيلا سما، نوتيلا سما طعمها جميل قوي. هضيف معلقتين 3 كده زي نوتيلا، اللي عايز يجيب سما. شايفين ايس كريم شوكولاته وفي الفريزر. تعالوا نشوفوا هنعمل الطعم الاخير ايه. هنيجي لاخر طعم وهو الليمون. في ناس كتير بتحب ايس كريم الليمون ومطلوب مني. ادي تلت كوبايه اهو، شايفين نفس الكوبايه. الكوبايه دي حبايبي انا بقول على طول ان اكتر من نص شعب مصر بيشرب الشاي فيها. اهي تلت كوبايه، نفس كوبايه هعاير منها 3 كوبايات من الايس كريم الفانيليا الخام مضغوطه كده. ادي اول كوبايه، تاني كوبايه، اخر كوبايه معايا. بص حبايبي انا كده ضفت اهو عليه عصير الليمون. لو انتي بتحبي الليمون مزز وباين طعمه ما تحطيش سكر، لو انتي عايزه سكر حطي، بس انا هنا مش حابه احط سكر، فانا هحط معلقه سكر كروكوز. هحط الاخضر واحط نقطتين اصفر واضرب عشان يديني اللون الزيتي الحلو بتاع المحلات. واغطيه واخبطه خبطه حلوه واحطه مع اخواته في الفريزر. ورجعت لكم حبايبي بعد لما الايس كريم بتاعي اتلج بعد حوالي يوم كامل، لان احنا درجه الحراره عاليه جدا. وكده حبايبي الايس كريم بتاعنا خلص. طعم حكايه حكايه حكايه، موفر جدا. شوفوا الفيديو وفرنا فيه كام حاجه، وان شاء الله باذن الله لما تعملي الطريقه دي هتعجبك جدا. يلا نقوموا في الحر دوت نرطب على عيالنا ونعمل لهم الايس كريم اللي هم بيحبوه بنكهات اللي هم بيحبوها. وديك انت عرفتي الطريقه ازاي. الاوريو هنكسره وهنضيفه على الابيض الاساسي ونضربوه ضربه حلوه. انا كده وصلت معاكم لحد اخر الفيديو، يا رب اكون افدتكم. الدنيا حر جدا، وديكم انتوا شايفين
الايس كريم بتاعي بيسيح، طعمه جميل جدا، وان شاء الله باذن الله لما تجربوه هتعتمدوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستنوني في فيديو جديد من فيديوهات ام علي المتنوعه.